عرفت مدينة تطوان ومحيطها خلال الساعات الأخيرة وضعاً استثنائياً بسبب الارتفاع الكبير في منسوب مياه وادي المحنش، وذلك على إثر التساقطات المطرية الغزيرة والمتواصلة التي شهدتها المنطقة. هذا الارتفاع الملحوظ أثار حالة من القلق في صفوف الساكنة، خصوصاً بالأحياء والمناطق القريبة من مجرى الواد، حيث أصبح تدفق المياه قوياً وسريعاً بشكل غير معتاد، ما يزيد من مخاطر الفيضانات في حال استمرار الأمطار بنفس الوتيرة. وقد سارعت السلطات المحلية وعناصر الوقاية المدنية إلى تتبع الوضع ميدانياً، مع توجيه نداءات متكررة للمواطنين بضرورة التحلي بالحيطة والحذر، وتجنب الاقتراب من ضفاف الواد أو المجازفة بعبوره، سواء راجلين أو بواسطة العربات، لما يشكله ذلك من خطر حقيقي على السلامة. كما تم التأكيد على أهمية مراقبة الأطفال ومنعهم من اللعب قرب مجرى الواد، خاصة في هذه الظروف الجوية غير المستقرة. وفي السياق نفسه، دعت الجهات المختصة الساكنة إلى الالتزام بتعليمات السلامة ومتابعة البلاغات الرسمية الصادرة عن المصالح المعنية بالأحوال الجوية، مع الاستعداد لأي طارئ قد تفرضه التطورات المناخية. وأكدت أن مثل هذه الحالات تستوجب الوعي الجماعي والتعاون بين المواطنين والسلطات من أجل تفادي أي خسائر بشرية أو مادية. ويشار إلى أن وادي المحنش يعد من الأودية التي تعرف ارتفاعاً سريعاً في منسوب المياه خلال فترات التساقطات القوية، ما يستدعي يقظة دائمة واتخاذ إجراءات احترازية إلى حين تحسن الأحوال الجوية وانخفاض منسوب المياه وعودة الوضع إلى طبيعته، في انتظار أن تمر هذه الظروف بسلام على ساكنة مدينة تطوان والمناطق المجاورة.